تلهوش. انت بتجيبيه، بتجيبي مثلا فوطه زي كده نضيفه، بتمسحي كل قرن كده ولا حاجه من التراب اللي عليه، بس هو كده ايه نضيف. انا مسحاه اصلا، انا بوريكي ايه بعمله ازاي، بس انا اصلا مسحاه وبشيله زي ما هو كده سليم، ما بشيلش ده بخليه، ما بشيلوش، مبيجيش جنبه. القرن كده بيبقى سليم زي ما هو. بعمل ايه، بجيب اكياس، ما عنديش بقى اكياس بيضه، فلقيت دي بس اللي عندي، وبحط فيها الفلفل زي ما هو كده. ما بيجرالوش حاجه لو اتحط فوق بعضيه، مش هيحصل حاجه ولا هيلزق في بعض ولا اي حاجه. وتطلعي الواحد بواحد كده، تغسليه وتستخدميه اكنك لسه شارياه، بيبقى جميل قوي البيض، تحفه. ما بستغناش عنه في الاكل، بعمل اكلاتي كلها بيها. بس كده مثلا احنا كده ايه عملنا ايه شنطه. نربطها كده ولا حاجه ونحاول نطلع منها الهواء. نجيب واحده كمان ولا فلفل، بصراحه ما بستغناش عنه. انا بجيب 5 كيلو في السنه بيكفوني، ولو احتاجت ولا حاجه بجيب، بس هيجي فتره كده وهيغلى. انا جبته مش غالي قوي يعني ولا حاجه، فجبت كميه كده قلت اشيلها. بصراحه بينفع اعمل منه هريسه، يعني بصي هتحتاجيه في كل حاجه، في كل الاكل بتحتاجيه. بصراحه حلو يا بنات، ملهوش بصوا مفيش غنى عنه. كده احنا قسمناهم على شنطتين. بصوا هما كده ايه اتقسموا على شنطتين. شيلهم في الفريزر بقى زي ما انت عايزه، طلعي منهم بالطلب واحد بواحد، يبقى تحفه معاكي، لا غنى عنه. زي ما بقول لك كده، ومالوش ايه تخزين اكتر من كده. عايزه بقى تفرمي، اعملي برطمان صغير على قدك واعملي زي ما انت عايزه. احنا كده كده هنعمل منه هريسه شطه. عايزين تعرفوا انا بعملها ازاي، ابعتولي واحنا نعملها مع